أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نستقبل الآن رئيس جمعية التعاون والتواصل الاجتماعي للبارح عملت حفلة في سوسة بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس هذه الجمعية، وكثر الحديث عن الجمعية هذا الصباح على شبكات التواصل الاجتماعي في مختلف صفحات الفيسبوك. أهلا وسهلا بك السيد نجيب القروي رئيس الجمعية. عسلامة. ألو. وين نسمع فيك؟ تسمع فينا. مرحبا بك سي نجيب. اهلا وسهلا وبيك، بارك الله فيك الاخت كريمه. يعيشك. اولا مستمعيكم الكرام، يعيش كل عام وانتم حيين بخير بما انه السنه العام الثاني. شكرا وهو كذلك. يا باهي. احتفلتوا البارح او خيرتوا كجمعيه وكمؤسسين للجمعيه ان يكون الاحتفال بشكل معين. اولا ناخذ فكره كيفاش كان شكل الاحتفال، خاطر المفروض احنا نكونوا حاضرين معاكم لكن لاسباب صحيه حالت دون حضوري. ان شاء الله باللطف وان شاء الله المانع خير. عايشك. خاطر بالفعل كنا نستناو فيك ان شاء الله، ان شاء الله لاباس. نعم. الحقيقه هو فرع سوسه يعني نظم العشاء الخيري. هذايا هو نوع من الاحتفال. الحقيقه احنا خذيناه ما اخترعناش حاجه كبيره، خذيناه من اماكن اخرى في الخارج بصفه خاصه. شفت الشيء هذايا في كندا وفي امريكا. ينظم عشاء، الناس اللي يجيوا يحضروا في العشاء يعني يكونوا مساهمين. هو العشاء يعني المساهمه اقل مساهمه 100 دينار للشخص الواحد. هذه المساهمه الاولى. ثم العشاء هو ياخذ شكل ما يسمى بالانجليزيه فند ريزنج، يعني تجميع اموال لمشاريع بعينها. فاحنا كان عندنا عده اشكال، كان ثم 12 حاله وقع تصويرها وتركيبها، يعني نتاع عائلات معوزه كل حد شنو لازم. هذه ما عندهاش تواليت وما عندهاش كوجينه، هذا الدار نتاعو باش تطيح ولا في كوخ باش لازم بناء دار، هذا نقص مورد رزق، هذوما معاقين. دونك ثم 12 حاله توزعوا على 6 و6 في البرنامج. وقع عرضهم، ثم عرض يعني وفيهم قائمه عند الحاضرين، وعرض يعني شكون ممكن يتكفل بالحالات هذوما. والحمد لله بلغنا اكثر من 60% من المرجو يعني تحقيقه فيما يخص الحالات هذه. عرضنا كذلك تبرعات للعوده المدرسيه وللعيد الكبير اللي هما لي دو ايشيونس اللي جايين قدامنا الان. وكذلك كان فيه طاوله لكفاله ايتام. كما تعرف انت ما شاء الله مواكبه الجمعيه من الايام الاولى. نعم. تاع تكوينها في 2010. كفاله الايتام هي احدى المحورين الرئيسيين للجمعيه. عندنا كفاله الايتام في عائلاتهم واحداث موارد رزق للي ما عندهمش موارد رزق، المعدمين تحت الصفر وما شاء الله موجودين معناتها برشا كما تعرفوا في تونس. إذا طاولة كفالة الأيتام، وكذلك التبرع لإحداث موارد رزق. وثم مورد يعني باش يتطور ربما في تونس الأيامات الجاية، هو كل تريسيكل تريبورتور اللي ممكن يستعملوه ك يعني نقل بضائع أو نقل حاجات باردة، أو حتى مطعم متنقل صغير يتهز يولي يعني جاء يكون عرض غادي. فكانت متنوعة. العرض هذايا كان يتخلوا يعني موسيقى نتاع فرقة شابة، تخلوا كذلك إلقاء قصايد شعرية لخلط في بوشناق اللي نشكروه مرة أخرى على حضوره عنا، ولو هو كان عنده التزام في تونس. يظهر لي كان زواج ولد سي بن عمر. يظهر لي راكم في بالكم به، هذا لازم تهنيوه. شكون من بن عمرات الساعة؟ بن عمر شو اسمه الممثل المعروف. رسي رؤوف بن عمر. بن عمر. لا خاطر فما برشا شخصيات وطنية أصبح لقبها بن عمر. يعني جاء البارح لطفي بوشناق موجود. جاء احنا البارح بارك الله فيه. ورجع الشيخ مليح اللي تعرفوا عليه، الناس اللي يتفرجوا على التونسية في رمضان، اللي كان يعدي يعمل موعظة قبل شق الفطر في رمضان. بارك الله فيه. كان عنده مساهمة قيمة جدا، انه بعد عرض المشاريع تقدم الشيخ مليح في 86، تقدم الشيخ الياس زردور في 86 باش يحث على عمل الخير وعلى التبرع والتذكير بفضل الشيء هذايا. والحمد لله يعني فما تجاوب. بعد ما دخل الشيخ مليح ال6 حالات اللي كانوا تعرضوا وقتها أخذوا مباشرة من طرف الجمهور. الجمهور كان فيه من الناس يعني متفاوتي الثروة نجم نقولوا، ثم رجال أعمال ثم غيره. شرفنا كذلك سي حمادي جبالي ك يعني صديق للجمعية بالحضور، وكان يعني حضوره بارز ونقولوا أعطاه بعد آخر. ووعد كذلك في
حديث خص احدى القنوات، احدى الاذاعات، بكونه يشجع الشيء هذايا، والجمعيات اللي تحب تعمل شيء كما هكا يشجعها وممكن يحضر لها الى اخره. شكون من الشخصيات الاخرى اللي حضرت بخلاف سي حماد جبالي؟ الشخصيات المعروفه ثم سي حامد القروي اللي تعرف كونه كان من الفاعلين الرئيسي او الفاعل الرئيسي في التحصل على التأشيرة في عام 2010 وقت زمن بن علي تحب تقول. اي وقت بن علي، في وقت بن علي التأشيرة نتاع جمعية خيرية ما كانش سهل بالكل، واني ما كنتش حقيقة الامل نتاعي كبير، ولكن الحمد لله وقعت هرسلة طيبة للوزير الداخلية، وكما تعرف وقتها الملابسات كان موجود سي هادي الباكوش كذلك جاء ساهم في أهم رجال الأعمال اللي حضروا في الجهة. والله رجال الأعمال في الجهة ثم سي كمال بالخيرية من اللي عندهم مؤسسة وردة البيضاء، ثم سي معز دريس عنده ستوناس، ثم سي سامي دريس من تونس عنده شركة كومات، ثم سي علي الغدامسي عنده مؤسسة نتاع ضمن أصدقاء الجمعية متبرعين، عنده مؤسسة نتاع خياطة وعنده قاعات أفراح، ثم سي عثمان جنية، ثم مجموعة من الأسماء المعروفة على مستوى الأعمال وكذلك السياسة. أنا مش أسألك الآن بعد ما وضحت الصورة كاملة والإطار سي نجيب بالنسبة للاحتفال بالذكرى الثانية لتأسيس جمعية التعاون والتواصل الاجتماعي. من أهم العناوين اللي وقع تداولها سوسة عشاء تجمعي فاخر برئاسة حماد الجبالي، سهرة عشاء تجمع ووجوه تجمعية وقيادات نهضوية. هذه بعض العناوين اللي وقع تداولها في مواقع إعلامية إلكترونية وكذلك في صفحات الفيسبوك. ما هو تعليقك على موقع تداوله اليوم؟ والله احنا ما نعتبروش أنفسنا معنيين بكل الكلام هذا، لأنه احنا جمعية خيرية ليست جمعية سياسية، وعندنا حتى علاقة يعني بالاعتبارات هذه. احنا كل من يحب يعاون المعوزين في تونس بارك الله فيه ويحب يتعدى على جمعية التعاون بارك الله فيه أكثر، لأنه يجيب لنا ثواب في الثنية. الاعتبارات الأخرى إذا كان ثم ناس عنده مشاكل أخرى ثم عدالة وثم مؤسسات أخرى تلعب الشيء هذايا، احنا لسنا معنيين بالكل بالاعتبارات السياسية، ونرحبوا بكل من ممكن يتفضل ويجي ويحب يتبرع ويعاون التونسي، اخوه التونسي المحتاج عبر جمعية التعاون اللي كما تعرف الفلسفة نتاعها يعني يكون جسر بين الخيرين والمعوزين، نجم نقولوا شرط او باعتبار انه الاعانه نتاعو تكون غير مشروطه معناتها بكل بساطه. بطبيعه الحال الشيء اللي شفتوه في فيسبوك ثم معناتها اشياء خاطئه ثم بعض التفاهات وكذا، ما يعني الحقيقه نخير ما نجاوبش على الاشياء انه فيسبوك ما فيهش مسؤوليه، اي حد يعمل هيك. لا انا قلت لك في الفيسبوك وفي مواقع كذلك الكترونيه تعتبر مواقع اعلاميه، يعني عباره كانه في اذاعه او في تلفزه او صحيح. لا نخير الاذاعه والتلفزه ولا جرايد اللي الناس يصحوا بسميهم معروفين وعندهم يعني مصداقيه نجم نتكلموا معاهم وكل شيء. تبقى ثم تو هذه الجريده .com مثلا معروفه، هي معناتها موقع نتاع اكاذيب واشاعات، معناتها هذه ما يخفاش على الناس المطلعين او غيرهم. بالطبيعه الكلام هذا خاص بك انت. اي لا نعم. كل قاعد نقول فيه خاص بياني يلزمني يعني انت راك شفت انت معك صديقه في الفيسبوك معنا، ثم احدى الحاجات اللي خرجت اللي بارتاجيتها دانييرمون يقول النقاش مع الجهلاء كالرسم على الماء مهما ابدعت فلن يحدث شيئا. فما حقيقه ما نضيعش وقت في المسائل هذه. التعليق هذوما نتاعهم يعني يلزموهم، هما قال شنو تجمعوا الاخر قال لك طاوله بين فاخره، ما فماش طاوله فاخره، رئيس الحكومه موجود في الصف الثالث بين الناس ويدور بين الناس وماهوش قاعد معاه لا حمد لا هادي البكوش لا حمد القروي مش في نفس الطاوله. معناتها هذه ديجا معناتها معلومه خاطئه، مش في نفس الطاوله هما كانوا. مش اللي حضروا يشوفوا يعني الحقيقه اختي كريمه معناتها ما نعطيش أهمية لما ينشر من هذه النوعية من المعلومات. واضح. هو نشكروهم لأنه كيف يعملوا هكا وانتم كلمتونا وكل شيء، ثم يعني تعريف بالجمعية ونجم نذكرك بأهداف الجمعية. أنا باش نقول لك تو تذكرني الأهداف حكيناهم في وسط كلامك، أما أعطيني مثلا كيفاش نتصلوا بالجمعية إذا واحد من المستمعين تو أعجب بأهداف الجمعية، كيفاش يوصل لكم سي نجيب؟ سيدي احنا تو عندنا إدارة الجمعية، هي كانت في الأصل مكتعرف تكونت في سوسة المقر الاجتماعي، وحاولنا المقر الاجتماعي جمعية وطنية عندها بعد وطني، عندها 10 فروع في الجمهورية التونسية وعندها فرع في فرنسا. عندنا المقر الاجتماعي نتاعنا في البحيرة، رقم البحيرة
تونس شنو باش تقولي اشهارما. رقم الهاتف 71 964 790. 964 اي 790 سامحني. دونك 964 790. عندنا كذلك رقم سهل هو 55 216 216. هذا سهل 55 216 216. نعطيك شويه ربما كان تحب النتائج نتاع العشاء. انت قلت تقريبا 60% من الاهداف وقع تحقيقها المشاريع. نعم كانوا مشاريع تقريبا 105,000 دينار مع بعضها. ثم الناس اللي تبرعوا لمشاريع بعينها 60,000 دينار. ثم اللي مساهمات ثم اللي ممكن مش يتبرع بمشروع بتاع 7,000 دينار ممكن يساهم ب 1000 و2000. ثم مساهمات مازال ما وقعش حصرها تو الجماعه قاعدين يعدوا. كذلك المداخيل نتاع العشاء نفسه كي تنحي تكلفه العشاء تقريبا 18,000 دينار. المداخيل نتاع السبونسورينغ نتاع الاشهار مستشهرين الرعايه اكثر شويه من 20,000 دينار تقريبا. جمع اكثر شويه من 100,000 دينار. الجمعيه معناتها في سنتها الثانيه هذا يظهر لي الحمد لله. فرع سوسه فقط يعني. هذا فرع سوسه يظهر لي اللي تعمل لي برح زعما تنجم تعمل الفروع الاخرى ولا كان فرع سوسه. والله كان يقبل لنا رئيس الحكومه وشخصيات ما يحضروا وحيد وخير يجيو لافيش تكون لافيش تجلب. لا الحقيقه والله جاوا ناس طيبين برشا وجاوا ناس خيرين. وراهو اللي تجمع البارح مش هو الاصل برك لانه هذايا تعريف بالجمعيه. واني بديت الكلمه نتاعي باش طمنت ساعه الناس كل خاطر انت تعرف ما يخرجش التهم وكذا بما فيه الشيء اللي خرج هذا في الفيسبوك. احنا الشيء اللي مضحك احنا خرجنا في قوافل بعد الثوره بالضبط فينا الرقاب حتى ناس تعرضوا غادي كما تعرف العاده اللي في العاده تمشي تلقاهم تلقاهم في وجهك عاد من بعد كلمنا بالتليفون واش كنتم وكذا وكذا في فيفري 2011. هي قلت شنو؟ قالت لكم انتم تكونوا نهضه ولا تجمع. قلت ثبت روحك تو النهضه والتجمع في حاجه في الشرق وحاجه في الغرب. فاحنا قلنا في البدايه احنا جمعيه خيريه ما عندها حتى ادنى انتماء حزبي رغم كل ما ينشر عليها وما يقال مرات في اذاعه من بعض الشخصيات الى اخره. اي نجم نقول لكم لا في تمويلها ولا في اختيارها للحالات ولا في اهدافها ما عندها حتى ادنى اجنده الا اجنده اعانه الناس المعوزين على قدر ما نجموا خاطر العوز برشا والامكانيات المساهمه ديما هي الجمعيات اكبر شعار هي المساهمه. يعطيك الصحه. شكرا كريمه. تفضل. من اكثر اللي نجموا يشهدوا فينا راهو خاطر انت حضرت علينا من البدايه وقت اللي جيت وقت الغسرات وقتك حايرين فيش نعديو المعلومه في الاذاعه والتلفزه. يعطيك الصحه. كيفاش نزفوا من هنا ومن غادي وما نقولوش كذا وردك الكلمه هذه وما تنطقش كلمه فيسبوك خاطر احنا وقتها فما كان فيسبوك يعرف بينا الى اخره وعلمتني برشا حاجات اللي ما نزيدش نقولها ولازم نقولها. الحمد لله جاتنا الحريه هذه لان نخدموا باكثر تلقائيه وعطاء ونعاود عليكم. تقصد علمتني برشا حاجات ما نجمش نقولها للترويج للجمعيه مش معناتها قاعده كل كلمه عليها نعملوا عليها وقفه مثال السيناريو. وقت تقول فيسبوك تقول مواقع الاجتماعيه. لا وقتها صارت فما مشكله على الفيسبوك ومش حابين الجماعه اللي الفوق الفيسبوك فقلنا نقولوا المواقع الاجتماعيه ايش نعملوا بالله في الاعمار. الحمد لله عز ربي نتاعو ونخدموا على روحنا. مع الاسف الشيء هذا ذكرتني في ايامات سي نجيب والله. اي الحمد لله. انت واكبتنا راهو مش كان في جمعيه التعاون انت عندك مده طويله في الجمعيات العلميه الاخرى عملناها في السامي كما تعرف كله في الاسعاف. انت معنا في الاسعاف. في الاسعاف توا حكيت 15 سنه يعني تبارك الله. في الاسعاف الاجتماعي واضح. والحمد لله تعديت من الاسعاف من النضال السياسي للنضال الاجتماعي. يعطيك الصحه وان شاء الله ربي يوفقكم. بطبيعه اهداف الجمعيه هي اللي تخلينا احنا نحكيوا عليها لانه فما اهداف ساميه برشا ومن شانها انه تساهم في التقليل من عزله بعض المواطنين او من الاحتياجات نتاعهم وخاصه مساله كفاله اليتيم. يعطيك الصحه دكتور نجيب القروي. تفضل. العوده المدرسيه والعيد الكبير كان ثم شكون ينجم يساهم في الشيء هذايا. راهو العوده المدرسيه قريبه وبرشا صغار ما يلقاوش كيفاش يشريوا والعيد الكبير الفرحه نتاعك الصغيرات ما ننساوهمش كي نفرحوا مع صغارنا نحاولوا نفرحوا ناس اخرين كذلك. فما تنساوش جمعيه التعاون توصلكم وتوصلكم لها الناس هذوما 71 964 790. مرحبا بكم مرحبا بكل الخيرين
بقطع النظر على كل الانتماءات، لا حزبيه ولا اجتماعيه ولا غيره. الخير فقط، الخير للمواطن التونسي. 55 216 216 و55 216 216 كذلك. ربما اذا كان تو ما لقيتوش اجابه، خاطر كل ما نتعداو في الاذاعه ونعطيو رقم في البدايه برشا تليفونات، دونك ممكن ما تحصلتوش تو عاودوا اطلبوا. تعاودوا غدوه الصباح. يعطيكم الصحه. ما تنساوش خيانكم التوانسه المعوزين. يعطيكم الصحه. شكرا ليك دكتور نجيب القروي، رئيس جمعيه التعاون والتواصل الاجتماعي، على كل هذه التفاصيل اللي قلتها الخاصه باحتفال الجمعيه بالذكرى الثانيه لتاسيسها. احنا يظهر لي وقتنا قريب بيوفى بعد شويه. الاخبار الرياضيه، دنيا رياضه مع زملائي في قسم الرياضه. اجمل تحيات لسعد، فاطمه وكريمه، الى اللقاء.